ما ادري ثقافه. فمن رحت انا باوروبا شفت اذا تحكي ويا الرجال اذا تساله ما يجاوبك، واذا تسال البنيه تضحك بوجهك وتقول لك هلا وادري ايش. فقلت هاي فرصه خل اسولف ويا اجملهن. فشفت وحده اجملهن، طبعا الهولنديات حلوات، انا اسوي لهم دعايه طبعا لان بنات بلدي يعني، طوال مضمرات خدودهن وهذا تشرب المي يبين منها. فشفتها عندها كلب، هناك الكلب مقدس اكثر يحبوه من الطفل. عندها كلب مهجن ذيب بكلب ورابطته بسلسله، وسلسله جميله وتستعرض بيه. يسألونها عن الكلب، يعني تعرف جده التاسع عشر وانا جد السابع ما اعرفه، وكل احنا مو بس اني. ف حتى بلكي يسألوها يعني ويغازلوها ويحجون وياها على مو يسألوها على الكلب، هذا منو ابوه منو امه منو جده تعرف هي. فانا جيت ما انا مو بحال الكلب، انا بحال المرأة. جيت قلت لها سوري مخك انت سفراخ، تسمحي لي بسؤال بالهولندي، انا اعرف لي كم جمله متعلمين. هي ابتسمت بوجهي قالت لي يا اخراخ تفضل بكل سرور. هم يحترمون الموعد. قلت لها انا عندي موعد في البلديه، وعلى هذا الموعد يترتب اما ابقى في بلدكم او اطلع اتسكى على ارصفه بلجيكا، بلجيكا قريبه علينا. قالت لا ما اسمح لك تتسكى على ارصفه بلجيكا، قول شو تريد؟ قلت لها دليني البلديه، انا البلديه ندلها بس اريد احكيها شوي. قالت لي شايف هاي الكنيسه؟ هناك كنايس هواي، اطول كنيسه انا طالع على طول هالحلو. قلت لها اي كنيسه منهن؟ قالت لي وراك مو انا. فانا التفتت قالت لي خلي الكنيسه بظهرك، مو اول شارع ثاني شارع قريبه، وشيل راسك تلقى مكتوب خمنتة انيتهوفن، بلديه انيتهوفن. قلت لها ما اندليت. رجعت كذا وتطلع منا ما ادري شلون، ما اندليت. قلت لها هاي تصير عصبيه تشتمني، شو اسوي؟ قالت لي اهدى رستخ اهدى. طلعت البوك مالها وطلعت ورقه وقلم، رسمتني انا وهي والكلب وسوت خارطه على البلديه. قلت لها سوري اكتب خير ليزن، انا لا اقرا ولا اكتب. فهي صفلت علي، زين هذا دليتها لين دلك، رسمت لي هذا وعنده موعد. قامت تبكي. انا من بكيت شفت اللي قال نزل على خدوته، قلت انا خاف شتمتها، انا ارد على روحي. قلت لها سوري فارو ماولن، شيء طبيعي يعني بالنسبه لي. قالت انت ما اعرف ليش؟ قلت لها لا والله ما اعرف. قالت يا اخي حيرتني، هسه هذه ساعه تفسيح الكلب حتى لا يتعقد، هسه لو اوصلك لو اوصل الكلب فانت اختار. قلت لها والله انا بالنسبه لي شفت هالشكل. قلت لها شنو اللي يرضيك؟ قالت لا اللي يرضيك انت، بس هي قالتها بعصبيه. قلت لها لا والله فسح الكلب هو اشرف انا. وانت؟ قلت لها والله انا اسال وهذا بس ساعه تفسيح الكلب هاي. قالت انت قلت، وانت تطلع بالمسؤوليه الانسانيه ايش قد عظيمه هاي المره. قالت انت قلت. قلت لها اي انا قلت. ففرحت قالت لي دوي يقولوها الشباب للصبايا والصبايا للشباب بالمحطه، ما تسمع بس دوي يعني باي باي في مال لا. انا قالت لي دوي وبهذا العمر شو يصير بيه؟ قلت لها سوري نو خنكير مره ثانيه خل اسمعها منك. كأنها ما افتهمتني، قالت لي دوي بالثلاث، دوي فخت. قالت دوي واستوى الماء يستوي، ومن تخزرك عين كانها تقول خنجر ملتوي، والطول طول الخيزران، وشو كانها حيه ولو مشت تطوي طوي، وانا عند روحي قوي من شفتها تخربطت وتبريدت، صرت انا والماكو سوي. كلمتها عود مثل الناس بالهولندي، اشتبليف من فضلك اشتبليف ميشوي من فضلك ايها الصبيه. سكتت وما جاوبتني، دق عليها التليفون الخلوي، الشرد جاوب كلبها وانا ما شايف كلب نبخه عاوي مهجن. فرغت وردت علي بالهولندي تحكي فليك لاند كومياي، من اي بلد جاي؟ او تسبراك لفظك او تسبراك حكيك عربوي. جاوبتها بالهولندي اكزخ اوت ايراك اريد فونن، اعيش لوحدي، نيت سامن ما عندي صديقه، لا الي صاحب ولا عندي خوي. عندنا كلمه فتيبر بالهولندي يقولوها يا للهول
يا للمصيبة. فت يمن ردت علي وكانها قالت وي علي. فت يمن ردت علي وكانها قالت وي علي، وحيدك تعيش ببلدنا وتنزوي، واحنا حتى كلابنا تعيش برفاه، ويا البشر عاشوا سوا وسكنوا وسوي. شمالكم صرتوا طشاش واحنا ندري ذراعكم ما يلوي. جاوبتها والخجل ندى الجبين، والدمع مو ما ينزل دموي. انا من بلاد الرافدين العاث بيها الحربوي، وانا من الشعب العراق الداخ من كثر الدوي، وانا من الشعب التحاصر والتعوق والتاثر بالاشعاع النووي. لا تهيجيني الجروح عاد يا بني رعوي، ولا تذكريني بهلي وطيبه هواهم، واجترى الفرقه شوت قلب شوي. انا عطشان على دجله، ايش ما شربت بمايكم ما ارتوي دوي.